نتوما لي سكوربيون وحنا لي شامبيون، هكا قالوها الوداديون. هنا صافرة الشوط الثاني انطلقت بإذن الله. مع بداية الشوط الثاني الخطورة كانت لصالح نادي وداد تلمسان. الكرة عند اللاعب خط الوسط، مررها إلى الجناح الأيسر، حاول التوغل نحو منطقة العمليات لكن المدافع كان متفطن. الجناح الأيمن لنادي اتحاد بلعباس استلم الكرة، دار كروش ورفدها نحو المهاجم لكن الحارس تتبعها. ركلة حرة ثابتة مقوصة حلق عليها المدافع عاليا. هنا لقطة ما قبل هدف التعادل لنادي فريق اتحاد بلعباس. كان المهاجم أسرع، راوغ الحارس وسجلها. بعد الهدف عود دخل لاعبين تلمسان إلى أجواء المباراة، وهنا أشعلت الجماهير الألعاب النارية من أجل الهدف الثاني. ركنية خطيرة نحو القائم الثاني يلتقطها الحارس. كونتر اتاك خفيفة للفريق الإيطالي، رغم أنها وسط الضباب إلا أنها كانت خطيرة. الحارس كان خارج كاري 18، ولاو معاه زوج تاع لي ديفونسور الزوج قلحها بشعره. المدربين قاموا بعمل تغييرات لكلا الفريقين. اللاعب البديل صاحب القدم اليسرى الذهبية قام بالمراوغة والتوغل من أول لمسة. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب رقم 14. صاحب القدم اليسرى النفاثة دخل إلى منطقة العمليات، راوغ المدافع وأرسل قذيفة تصدى لها الحارس الممتاز. خرجت الكرة إلى الركنية، وبعد هذه الركنية جاء الهدف مباشرة عن طريق اللاعب البديل. لاعبون اتحاد بلعباس لم يفقدوا الامل، وداروا شحال من لقطة خطيرة على مستوى منطقة العمليات، لكن الدفاع كان مركز. الركلة الحرة الأخيرة، وبعد تضييع الوقت القانوني من طرف اللاعب يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. هنا خرجنا من الصطاد ضايعين بالجوع، نحوسوا على كاش عصبان ناكلوه.